السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. النهاردة الشقة مختلفة. الشقة دي على المحارة بس مستلمة ب7 مليون، وهنشوف التفاصيل اللي هتشوفها في الفيديو. شقة النهاردة متكلفة جدا، يعني البلاط بتاع المطبخ. هندخل نشوف التفاصيل، بس حطولنا لايك للفيديو النهاردة، واللي أول مرة يشوفنا في القناة ياريت يشترك معانا. كل فيديو هنخرجه منه فكرة جديدة في الديكور، في التنسيق، في الألوان. كمان مرة بقول إن مش لازم يكون عندي نفس الشقة، نفس الإمكانيات، نفس التفاصيل والمساحة، لكن ممكن أخد فكرة بتنسيق لون عن لون، في تصميم قطعة من الأساس، في تابلو، في تنسيق ألوان. ده الهدف منه. الناس اللي بتقول انت بتعقدينا مش شقة، ده احنا بنعرض حاجة بنستمتع بيها، مش كل اللي بنستمتع بيه أو الحاجة اللي تعجب عيننا لازم تكون عندنا. بس ساعات بنبص بنحب نشوف الحاجات الجميلة وبناخد منها أفكار، وده هدفي من كل فيديو أنا بنزله. ف... فيا رب تكون الفكرة واصلة لحضراتكم. بصوا بقى، دي أوضة نوم. بصوا هنا التفاصيل في الأوضة والسراير والألوان المختلفة، كمان البيبان الأسود السايد هنا مع درجات الأوف وايت والجري الفاتح. بصوا تسريحة، يعتبر تسريحة ويعتبر في نفس الوقت مكتب تقسيمته. بصوا جمال الأوضة دي وجمال تفاصيل المنظر اللي ورا السرير حلو جدا. مساحة الأوضة مش كبيرة، بس متنظمة صح ومستغلة صح. دي أوضة تانية. الناس اللي عاوزانا دايما نعرض ببطء عشان يشوفوا كل جزء في الشقة. بصوا هنا الشقة دي، فكرة البرائع والستائر بالشكل ده ورا السرير حلوة قوي، عادتي شكل ديكوري. دي أوضة تعتبر ولادي أكتر، لو ملاحظين في الجبسون بورد حاطين حاجات للولاد، ولكن الأوضة فيها كمان روح حلوة، يعني تفاصيل فيها جو الأطفال، بس روحها حلوة، مش الأطفال اللي تخنقك تحس إن جو الدباديب. لا، مختلفة. حتى الرسمة هنا اللي على اللي في الأوضة، الإضاءة اللي في الدولاب هنا. ايه رأيكم بقى في تصميم الأوضة دي؟ ان هو يفكر في كل اوضه يبقى لها شكل مختلف، وكل بيت يبقى ليه ديزاين مختلف، ده في حد ذاته ابداع. هو نفسه كمان مهندس محمد السيد بيقول ان معظم شركات التشطيب او شركات الديكور والتصميم بتسلم الشقه تشطيب من غير عفش، لان العفش ده بياخد مجهود كتير جدا، انك تنسقي وتنسقي الوان واستغلال مساحات، وكل ده بياخد وقت طبعا ومجهود كبير. بصوا حتى الطابلوهات اللي بتحط على الحيطان فيها فكر وفيها حاجه مختلفه. انتوا عارفين دلوقتي الاسعار بقت خزعبلية، فأنا مش لازم أشطب نفس التشطيب ده، بس إحنا بناخد أفكار أفكار في حاجات كتيرة جدا. لكن طبعا اللي إمكانياته متسمحش لده ما يعملش ده، لكن اللي معاه إمكانيات ويقدر يستمتع بحياته، إيه المشكلة؟ أنا أقدر أشطب بيت كويس وأعمل بيت ليا والواد كويس، بدل إمكانيات تسمح بده. إمكانيات ما تسمحش يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شايفين التابلو ده تحفة، مختلف طبعا. كده دي أوضة الولاد، وهندخل بقى نشوف بقية الشقة والليفينج والأوضة الماستر والتفاصيل. بصوا حتى التابلو تصميم مختلف، حتى الورد، حتى كل حاجة بتحسي إن روح بيتك مختلفة. ده حمام تاني اهو. بصوا لو لاحظتوا إن الحمامات في أرت ديزاين كل حمام بفكرته مختلفة. معظم السيراميك بيبقى الجوهرة، والسيراميك أسباني وهندي، والسباكة بتبقى بالشعار ودفن. بصوا كده المطبخ، الكابلات السويدي. بصوا تصميم المطبخ برضو الاسود، المطبخ تقفيلته اسود رخامي كده. الادوات الكهربائيه كمان هو اللي بيجيبها. ده من ضمن بنود اتفاق العقد بتاع الفرش. دايما مهندس محمد السيد من الناس اللي بتبهرني باسلوبها ورقيها، حتى في ردود
حتى في التعامل شخص قد إيه راقي. يعني هو في ناس كتير جدًا عاملين صفحات باسم محمد السيد وهو عارف ده، بس مش مركّز خالص، بيقول لِك ده رزقهم، بس كل واحد بيبدع بطريقته. بُص طبعًا مساحة الشقة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم، اللهم آمين. ونشوف هنا بقى الreception، بُصّوا اللون الأخضر من الحاجات اللي بتبهرني، ودايمًا بيبقى لمسة منهم حلوة أوي. بُصّوا البار أو البوفيه أيًا كان بقى أنتم بتسموه، داخل فيه شرايح stainless، السفرة فازة سيمبل كريستال من غير تفاصيل كتير، نمفتي باللون الأسود وعليه كوشنز أبيض في جولد، وسجادة فرو سيمبل أوي قدامه. بصوا ظهر الكرسي نفسه عامل ازاي. انا ممكن في ساعات شقق بعرضها تاني، لان في ناس بتطلب مني شقق ما كانوش شافوا الشقق ده، انا عرضتها قبل كده في الاول، وبعرضها بتفاصيل ابطأ شوية عشان الناس تركز في تفاصيل الشقة. بصوا اللون البيبي بلو مع الاوفايت حلوين جدا. شايفين الطابلو اللي ورا، وهنبص بقى على البلكونة وتنسيق البلكونة حلو قوي، البيبي بلو مع الابيض اهو. السيراميك اسود بس العفش كله او البورسلين اسود بس العفش كله فاتح، ما فيش مشكلة، لكن ان اعمل اسود ويبقى الشقة كلها اسود بيبقى الوضع صعب. وادي مكتبة التلفزيون معمولة هنا خشب مش جبسون بورد. ساعات بقى في اتفاق مع العميل، وساعات بقى العميل بيسيب الدنيا كلها الارت ديزاين، طبعا لان في ثقة ان الشركة دي شركة قد ايه محترمة وقد ايه هتطلع منتج حلو. بصوا بقى البلكونة وتشطيب البلكونة، التفاصيل اللي فيها، في شاشة في البلكونة هنا، في كمان قاعدة حلوة اهو. دايما بنشوف الشخص ده معظم في شغل ارت ديزاين. الفيو طبعا رائع. لسه هنا بقى هنشوف الأوضة الماستر، وده حمام تاني كمان. الحاجات الحلوة اللي بيعملوها، أنا بيعملوا أكتر من حمام في البيت، حمام ضيوف وحمام عند الولاد وحمام في الأوضة الماستر. بصراحة فكرة الحمامات مع الولاد بيبقى حلوة جدا، لو ساعات بقى شغل ساعة صحيان بدري بيبقى حلو، بينقذ طبعا بينجز في الوقت. حتى البيبان الإزاز اللي مرسوم عليها دي بتبقى تحفة. بصوا هنا الفتوي اللي في الممر ده حلو قوي. بصوا التقفيلة اللي فوق كلها الضلف اللي متقفلة فوق والباللون الأسود شكلها شيك جدا وتحفة حرفيا. شايفين البيبان. بصوا بقى الجمال. ندخل بقى على الأوضة الماستر والسرير والتفاصيل اللي فيه. بصوا الدريسنج في جنب مع التسريحة، ودي فكرة هايلة. بصوا الاتنين الفوتوي الصغننين اللي شكلهم ديكوري ده حلو قوي، وقاسم الأوضة، ودي الفكرة الصح ان يبقى في دريسنج يبقى منفصل عن الأوضة، طبعا اللي عنده مساحة. أتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ده المحتوى بتاعنا أو أول مرة تشوفونا في القناة، ما تنسوش دعمكم للقناة بلايك وكومنت وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة، وإن شاء الله أنزل لكم شقق من كل دول العالم. مشاهدة ممتعة لحضراتكم بإذن الله. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.